مساء الفل. انطلقت النهضة الأوروبية منذ الألفية الثانية واستمرت حتى الآن، حيث تحولت الدول الغربية إلى العالم المتقدم اللي بنشوفه دلوقتي، بينما تخلفت باقي الدول عن ركب الحضارة وأصبحت غارقة لقرون طويلة في الفقر والتخلف والضعف. في مرحلة ما من هذه النهضة الأوروبية قررت هذه الدول المتقدمة إنها تبص حواليها وتدور على دول أخرى تستغلها وتستعمرها، وبطبيعة الحال اتجهت أنظارها ناحية آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. لما بنقول دول استعمارية بنفكر على الفور في انجلترا وفرنسا، لكن الحقيقة ان في دول كتير جدا من اوروبا مارست الاستعمار بشكل او باخر، زي المانيا وهولندا وبلجيكا واسبانيا والبرتغال وغيرهم. لكن ممكن تكون انجلترا وفرنسا هم اكتر دول مارسوا هذا الاستعمار بشكل موسع. النهارده هنكلمكم عن كتاب بيتكلم عن علاقة الغرب ممثلا في اوروبا والولايات المتحدة الامريكية من ناحية وباقي العالم من ناحية اخرى. علاقة استمرت قرون وكان اساسها القمع والظلم والاستعمار. الكتاب ده هو متاهة الضائعين لأمين معلوف. كتاب متاهة الضائعين هو أحدث أعمال أمين معلوف المفكر والروائي الفرنسي من أصل لبناني، واللي اتكلمنا عنه وعن أعماله أكتر من مرة على القناة هنا. بيتتبع الكتاب 3 دول قدروا يقفوا في وجه القوى الغربية في مراحل مختلفة من الزمن ولأسباب مختلفة تماما. 3 دول مثلوا تهديد كبير للغرب وهيمنته على العالم، وأصبحوا بمثابة الكوابيس لهذا الغرب لسنوات طويلة. الدول دي هي اليابان في عصر ميجي، الاتحاد السوفيتي، وأخيرا الصين. في عام 1904 انطلقت الحرب اليابانية الروسية واستمرت سنة ونص، وانتهت بهزيمة روسيا هزيمة مدوية، رغم انها في هذا الوقت كانت بتعتبر واحدة من اقوى الدول في العالم. السبب في الحرب باختصار هو صراع نفوذ على كوريا ومنشوريا، واللي روسيا كانت بتعتبرهم جزء من منطقة نفوذها. الانتصار الياباني ده كان نتاج سنوات طويلة من التحديث والتطوير حصلت في المجتمع الياباني وآلاته الحربية، وده في نهايات القرن التاسع عشر على ايد الامبراطور ميجي، واللي قدر برؤيته الحكيمة انه ينتزع بلده من الفقر والتخلف ويحولها لدولة صناعية متطورة وحديثة تصارع واحدة من أقوى الدول في العالم وتنتصر عليها بسهولة. الحرب الروسية اليابانية كانت علامة فارقة في التاريخ، هينتج عنها الكثير جدا من الأحداث المهمة، وهتتسبب في موجة تغيير سياسي هتجتاح العالم كله. الكاتب بيتكلم عن هذه النهضة اليابانية ونتائجها، واللي للأسف ما استمرتش لفترة طويلة، لأن اليابان سريعا اكتسبت طباع المستعمر وبقى عندها طموحات توسعية واستعمارية، وبدأت في التعدي على جيرانها وخاصة الصين. ثم انتهى الأمر بقرار متسرع وأحمق لما هجمت اليابان ميناء بيرل هاربر الأمريكي، ودخلت الحرب العالمية الثانية في جانب قوى المحور إيطاليا وألمانيا ضد الحلفاء، وكلنا عارفين النهاية كانت ايه. بعد الحرب هتنطلق اليابان في نهضة أخرى، لكن هذه المرة هتكون نهضة اقتصادية مستدامة أكثر، وهتقدر اليابان بعد فترة قصيرة جدا من الدمار الشامل اللي تعرضت له في الحرب العالمية الثانية إنها تحقق معجزة اقتصادية. في الفصل ده الكاتب بيتكلم عن العدو التاني للغرب وهو الاتحاد السوفيتي، وده لأسباب كتير، أهمها اختلاف الأيديولوجية السياسية والاقتصادية. لكن خطورة الاتحاد السوفيتي ما كانتش بس في أيديولوجيته، وإنما في رغبته في تصدير هذه الأيديولوجيا لكل دول العالم، وقدرته على تحقيق هذه الرغبة باستخدام قوته العسكرية وموارده الاقتصادية الكبيرة. استمرت العداوة بين الاتحاد السوفيتي والغرب لعشرات السنين، واللي عرفت فيما بعد باسم الحرب الباردة، من أول الثورة البلشفية في 1917 واللي نتجت عن وصول الشيوعيين إلى الحكم والتخلص من حكم القيصر، وحتى سقوط الاتحاد السوفيتي وتفككه في 1991 وتحول القوى السياسية والعسكرية في العالم إلى قطب وحيد هو الولايات المتحدة الأمريكية. العداوة بين الاتحاد السوفيتي والغرب اكتسبت أبعاد عالمية وشعر بيها العالم كله تقريبا، لكن يمكن آثار هذه العداوة بتكون أكثر وضوحا كل من قرب من مصدر القوتين، وبالتالي أكثر دول عانت في هذا الصراع كانت دول في آسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية، اللي هي الدول اللي بتجاور الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. والمعاناة اللي شافتها هذه الدول كان ليها أشكال عديدة، من أول التدخل في شؤون البلاد الداخلية وتنظيم محاولات انقلاب على الحكم، وحتى التدخل العسكري زي ما حصل في فيتنام وأفغانستان ودول كتير في أمريكا الجنوبية. الحقيقة إنك صعب جدا تلاقي حدث سياسي أو عسكري كبير حصل في النصف الثاني من القرن العشرين إلا وراه أو على الأقل واحد من أسبابه هو الحرب الباردة. في هذا الفصل بيتكلم الكاتب عن العدو الثالث للغرب وهو الصين، لكن بيختلف في طريقة طرحه هنا عن الفصلين اللي فاتوا في انه بيرجع بالزمن لقرون ماضية، ايام ما كانت الصين في عزلة سياسية واجتماعية لمئات السنين بعيدة عن الغرب وغير واعية بالتطور والتحديث اللي بدأ في اوروبا وحول هذه الدول الاستعمارية لقوة عظمى. الكاتب بعد كده بينتقل للكلام عن محطات مهمة من التاريخ الحزين للصين، الإذلال المتواصل من إنجلترا والقوى الاستعمارية وحقوق التجارة اللي حصلت عليها هذه القوى الغربية رغما عن أنف الصين. بيتكلم كمان عن الحروب اللي جمعت بين الصين وجارتها اليابان، واللي حتى وقت قريب قبل حدوثها كانت بتعتبر الصين اليابان كأخ أصغر ممكن نتعلم منه ومن تطوره
والطفرة الاقتصادية والعسكرية اللي حصلت معاه. بينتقل بعدها الكاتب للكلام عن ظهور الشيوعية في الصين على ايد ماو تسي تونغ، اللي قدر ينتصر في الحرب الأهلية ويحكم بلده لعشرات السنين، وخلال هذه السنوات الطويلة من الحكم الظالم والمتعسف هيتسبب في موت ملايين من شعبه. وهتظل الصين في عصره دولة فقيرة وضعيفة رغم كونها الأكبر في عدد السكان، لكن أخيرا بيظهر بطل على الساحة، شخص عاقل ومتنور هيقدر ياخد الصين من غياهب الجهل ويحطها على مسار التطور والتحديث. الشخص ده هو دينغ شياو بينغ. الحقيقة ان الكاتب ما اتكلمش في الفصل ده خالص عن العداوة بين الصين والغرب، او يعني عن العداوة الحديثة نسبيا بين الصين واللي قدرت في وقت قصير جدا تكون تاني اقوى اقتصاد في العالم، وبين الولايات المتحدة الامريكية اللي بقالها سنين هي الاقوى سياسيا واقتصاديا وعسكريا. وانا محبط شوية من ان الكاتب تخطى هذا الموضوع او ما اتكلمش عنه، خاصة وان حاسس ان هذا الصراع بين الصين وامريكا له دور كبير باللي بيحصل في العالم حاليا. في هذا الفصل بيتكلم الكاتب عن الدولة اللي قدرت تقف في وجه هؤلاء الأعداء الثلاثة وتتفوق بالفعل على عدوين منهم، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، اللي هزمت اليابان هزيمة عسكرية خلال الحرب العالمية الثانية، وبصورة ما هزمت الاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة واللي انتهت بسقوطه وتفككه. الكاتب بيحكي في هذا الفصل عن النهضة الاقتصادية السريعة اللي حصلت في الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر والعشرين، واللي مكنت دولة بلا تاريخ زي أمريكا إنها تتحول سريعا لأقوى اقتصاد في العالم. بيحكي كمان عن حروبها مع انجلترا من اجل التحرر من حكم الانجليز، وعن حروبها مع اسبانيا للاستيلاء على مستعمراتها في امريكا الجنوبيه، وبيحكي عن ان ازاي قدرت امريكا انها تفرض احترامها على اوروبا ثم اصبحت تقود اوروبا زي ما احنا شايفين هذه الايام. لكن الحقيقه ان معركه امريكا مع الصين لم تنتهي بعد، ورغم ان التفوق الامريكي واضح في معظم المجالات تقريبا، الا ان الصين كل يوم بتكتسب ارض جديده وبتضيق المسافات ما بينهم. وانا اعتقد ان الصين هي اخطر عدو واجهته الولايات المتحده الامريكيه حتى الان، وخاصه وان الصراع ما بينهم مش عسكري بالاساس. وحتى الآن الصين صامدة وبتواجه كل العقبات اللي بتحطها قدامها الولايات المتحدة، وما تزال عندها القدرة على التحديث والتطوير والابتكار. في الفصل الأخير الكاتب بيحاول يطرح أفكاره بخصوص كيفية سير العالم، إزاي نقدر نخرج من هذه الحلقة المفرغة من العداوة والحروب المستمرة، وهي رؤية رغم منطقيتها وعقلانيتها إلا أنها على الأرجح لن تنفذ، والعالم هيظل في هذا المستنقع دائما. حابب بس في الآخر إن أنا أصحح معلومة قلتها في حلقة المشتريات، وهي إن الكاتب ما بيتكلمش عن غزة لا من قريب ولا من بعيد، وده لأن الكتاب صدر بالفرنسية قبل أيام قليلة من عملية طوفان الأقصى. بكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، أتمنى إنها تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك والشير، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا الحلقات أول ما تنزل. ما تنسوش كمان تتابعونا على التيك توك اللي بدأنا بالفعل ننزل عليه فيديوهات لكتب مش هنتكلم عنها على القناة هنا. هسيب لكم كل اللينكات في الديسكريبشن. أنا محمد شادي بتاع الكتب. سلام.